السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا ومشاهدين قناة أبو زهرة الزراعية. أهلا مرحبا بكم في فيديو جديد ومشكلة جديدة. زي ما حضراتكم شايفين عملية التحميل على شتلة المانجا. يا جماعة، محاصيل التحميل على شتلة المانجا وخصوصا في أشهر التربية الأولى مع بداية الزراعة ده غلط كتير قوي قوي قوي. يعني بيبدأ يقنع أصحاب المزارع: يا جماعة ازرعوا فول، استغلوا المساحة اللي تحت الشجر، الشجر لسه صغير. يا جماعة، ما انتوا بالشكل ده انت هتقضي على الشتلة. للأسف انت هتقضي على الشتلة بالوضع ده كده. انت مش هتستفيد من الشتلة قد ما هتستفيد من الفول. لسبب ايه؟ هو ان الفول اصلا ده موسمه، ده وقته، هو محصول شتوي هيشتغل، هو اللي عنده معدل نشاط عمل وانتاج حيوي جامد، هو اللي النشاط الفسيولوجي بتاعه عالي اكتر من نشاط المانجا. لان المانجا اصلا جدرها بيسكن او على الاقل بيقف شويه، يعني مش هيسكن بنسبه 100% على بقدر ما هو هي ايه، هيبدا ان هو يعني مع دخول البرد يقف شويه، ما بيبقاش معدل نشاطه زي معدل نشاط شجره الفول اللي هي ده موسمها، ده وقتها. دي حاجة. الحاجة التانية المشكلة الأكبر بقى إن الفول هنا بيعمل حاجة تانية، وهي إنه هو بينافس شجرة شتلة المانجا على المية. هو هيمتص أكبر نسبة مية، هو هيمتص أكبر نسبة غذاء. يبقى في تنافس هنا مائي غذائي بجانب في تنافس حراري. هو اللي هياخد كل الأكسجين وكل الدفء بتاع الأرض، بل مش هيساعد الشجرة على إنها يدفيها مثلا زي ما بنسمع وزي الناس. لا، بالعكس، النبات يهمه هو نفسه بس. الفول ده نبات منافس للمانجا، وبالتالي هو استحالة هيفيد المانجا، هو يهمه نفسه فقط. الحاجة التالتة والمهمة ان مشكلة الفول مش هتظهر دلوقتي. احنا دلوقتي بنصور طبعا بتاريخ 19/12، يعني لسه في بداية الشتاء، لكن مشاكله تبدأ تزداد بقى من بعد اول مارس، اول ما الجو يبدا يدفي، وحضرتك تفوجئ بان كم الاصابات الحشريه، تلاقي كم الاصابات الفطريه والبكتيريه بيشتغلوا على الفول، وبعد كده تبدا تتنقل على شتله المانجا. دي كلها امور انت مش هتلاحظها غير مع شهر 3، لكن طول ما الفول لسه صغير المشكله ما كبرتش لسه. للاسف هنا اللي اشتغل على الفول قبل ما أنا اجي امسك الارض هنا، للاسف رشه جبريلك على اساس ان هو يرفعه، وبالتالي انتوا زي ما حضراتكم شايفين كده الفول فعلا علوه مش طبيعي، هو عالي قوي. مع العلم فيه بالمناسبه في اماكن هي مش عالي فيها، ورشه الجبريلك ديت عشان تسروله، وبالتالي يدفي عود المانجا. طبعا ده برضو عمل لينا مشكله مع المانجا، خلاها خرجت نموات في وقت احنا مش عايزينه اصلا. يمكن عشان هي لسه في اول موسم الشتاء، فبالنسبه لنا مش مشكله، ولكن احنا مش محتاجين دوره النمو دلوقتي. الشجره دلوقتي احنا عايزين نريحها عشان لما اول ما يجي معايا شهر 3 تشتغل معايا افضل. انما دلوقتي هتخرج دوره النمو البرد هيجي هيلسعها، الصقيع هيجي هيموتها، فبالتالي مش هتبقى البرج اللي هيطلع مش هيبقى مظبوط، بجانب ان البرج اللي هيشتغل هيبقى متقزم ومش شكله مش طبيعي عشان خاطر البرد. تمام. فدي كلها امور يعني هتواجهنا في تحميل المحاصيل مع الفول. الحاجة التانية ان اهتمام المزارع هنا او اهتمام صاحب الارض او اي حد هينزل يهتم هيبص للمحصول اللي شغال قدامه غير المانجا. تمام. يعني النهارده انا هبص على المانجا هبص على الفول اكتر ما هبص على خدمه المانجا، لان هو اللي شغال معايا وانا منتظر منه محصول ومنتظر منه فلوس، فبالتالي هيبقى اهتمامه اعلى من اهتمام المانجا نفسه. فاحنا مش عايزين يا جماعه ان ايه نبوظ المحصول الرئيسي بسبب زرعه زي كده، لان احنا كده احنا اتكلمنا كتير ووضحنا كتير وقلنا مش هينفع كده يا جماعه، ولازم الناس يبقى عندها وقفه، ولازم كل واحد فينا يشوف مشكله هيتكلم فيها عشان خاطر اصحاب المزارع لازم يفهمهم، ومحدش يدي يا جماعه
معلومه الا لما يبقى عارف مداها ايه. لان النهارده هم الناس هنا بيقولوا لي في ناس مهندسين جم واقنعونا وبتاع. ما المهندس اقنعك يبقى ما نفذش، ما شافش المشكله دي لاخرها، ما عاش مشاكل الايه التحميل دي بعد كده. فبعد اذن حضراتكم اي حد يشوف مشكله في اي ارض يبدا ينوه ليها عشان نفيد المستثمرين والناس ما تخسرش فلوسها. الفيديو لازم نعرف حاجه مهمه قوي، ان احنا برضو لو حبينا نزرع فنزرع في الباك اللي في النص هنا. الباكيه زي الخرطوم اللي ماشي ده، لان هم خلاص هيبداوا يزرعوا في الباكيه اللي في النص دي. هي دي افضل حاجه، وما زرعش غير مصطبه واحده. يعني برضو للمعلومه ما زرعش غير مصطبه واحده في الباكيه دي. في ناس بتزرع مصطبتين وفي ناس بتزرع 3، اللي هم بيزرعوا بطاطس، اللي هم بيزرعوا فاصوليا. الكلام ده غلط يا جماعه بعد اذن حضراتكم، لان انتوا مش هتشوفوا المشكله الا بعد ما المحصول بتاع البطاطس او الفاصوليا يبقى مثلا عدى عليه 60 يوم او 55 يوم او 50 يوم. هتبص تلاقي المانجا عندك كلها او الورق بتاعها اتحروق وبقى في عندك مشكله كبيره جدا. تمام. ودي كده شكل المصطبه اللي ممكن نزرعها بين الفول. طبعا احنا حاطين هنا، عملنا فج وحطينا فيه الكومبوست والصور والكبريت بتاعنا، وهنبدا نعمل مصطبه واحده زي ما حضراتكم شايفين كده في قلب الباكيه ما بين الاربعة متر، ونزرع ان شاء الله محصول البصل. وهيبقى الري بتاعه ري منفرد بعيد خالص عن ري المانجا. زي ما حضراتكم الجرار اهوت ماشي بيعمل المصاطب، وبكده يبقى احنا بعيد خالص عن المانجا. لكن ارجو ودي عن تجارب يا جماعه، محدش يعمل مصطبتين جوه الباكيه ولا 3. لو نعمل مصطبه واحده جوه الباكيه عشان خاطر نستفيد منها وما نفدش وما نأثرش قصدي على المحصول الرئيسي اللي هو شتلات المانجا. وتحياتي لحضراتكم، وكان معكم المهندس حسام ابو زهره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.